سهام صالح كل مرة بتفاجئنا، والمرة دي فاجئتنا مفاجأة كبيرة مع الكبير جدا حلمي طولان. كابتن حلمي طولان المرة دي فتح على الرابع في كل حاجة، في الدوري، في المسابقات، في اللعيبة. ودلوقتي هنشوف كابتن حلمي طولان فتح على الرابع في ايه بالظبط مع سهام صالح. تعالوا نشوف. النادي الاهلي لما غاب عنه لعيبه المنتخب خسر وطلع من البطولات اللي فاتت دي المحليه دي اللي هي ملهاش 30 لازمه بصراحه. قصدك كاس مصر وكاس الرابطه والكلام ده. ايه اللي ملوش 30 لازمه معلش؟ البطولات دي ملهاش لازمه خالص. كاس مصر ولا كاس العاصمه؟ العاصمه دي يعني كاس العاصمه ده ملوش 30 لازمه. لكن كاس مصر في ناس بتشوفها انه ده اعداد كويس للعيبه ما اتشافتش ولا مش هتلعب، مش هتلعب ماتشات متصوره زي الماتشات دي. انت بتقول عمال مال الدنيا صياح والجدول والتاجيل ومفيش تاجيل ومفيش ترحيل. وبعدين يا ريت دوري عليه القيمه، يعني يا ريت دوري يطلع لي لعيب كويس. مفيش دوري يطلع لي. ليه مش عليه القيمه؟ لانه رقم 135 على العالم. واخده بال حضرتك؟ ثانيا بيتلعب بطريقه عمري في حياتي ما شفتها. 7 فرق فوق و12 فرقه تحت وكلام ايه ده؟ ممكن دوري يعني دوري رايح جاي. عدد فرق متساوي 18 20 16. ما احنا ده موسم استثنائي وكل الناس عارفه. بقالنا 5 سنين مواسم استثنائيه من ايام الكورونا، من 2020. 5 سنين. بس ده اعتقد انه اكتر استثنائيه يعني في ال5 سنين اكثر لخبطه. ده ما فيش حاجه في العالم بالشكل ده. اي يعني حد يشرفه ان انا اكون موجود. الحقيقه انت برج العذراء يا كابتن؟ لا القوس. تمام ماشي. قبل بس ما اعلق على اللي اتقال، يفرق ايه كابتن حلمي طولان برج القوس او برج العذراء؟ بجد يا سهام صالح بتفاجئيني بردودك اللي تقريبا ملهاش اي 30 لازمه. نيجي بقى نعلق على اللي بيقوله كابتن حلمي طولان. كابتن حلمي طولان بيتكلم على الدوري ايه يا كابتن حلمي؟ خد مني المفاجاه دي، او مش مفاجاه والكل عارف بيها. الدوري السنه الجايه هيبقى 24 نادي، لان السنه دي هيلغوا الهبوط. السنه اللي فاتت لغوه عشان خاطر الاسماعيلي ومودرن. السنه دي الاتحاد السكندري داخل في الحوار وهيتلغي، يعني هيتلغي. ودوري ايه؟ احنا الدوري بتاعنا ليه بطل واحد، لازم كل سنه ياخد الدوري. وكمان السنه دي اتحاد الكوره قال مفيش اعراض غير ل6 لعيبه لكل نادي بس. نادي الاهلي ما شاء الله تقريبا عامل اعراض ل 12 لاعب، واتحاد الكوره عامل ودن من طين وودن من العجين وملهوش دعوه باي حاجه. طول ما الاهلي هو اللي بيغلط، غلطه هنعتبره صح. الكره المصريه عوضنا فيها على الله، اللي جاي هيبقى اصعب بكتير. وطول ما احنا بنخدم نادي واحد بس، هو ده اللي دايما هنشوفه من الكره المصريه.